السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير أبو ناصر. حياك الله، الله يحييك. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي زوجتي صراحة تعاني من تعب لها تقريبا 4 سنوات، يعني بعد الزواج يمكن 8 شهور أو 7 شهور بدأت معاناتها. هي تحلم دائما أنها تشوف إنه باب البيت يكون أنا ما أقفل زين وإن أحد يدخل عليه، خصوصا الصباح يعني بعد ما أروح الدوام تبدأ أحلامها المزعجة هذه. والآن تعاني من صداع شديد جدا، يبدأ من العين يتفرع باقي الرأس، طبعا مع ألم في الجنبين يكون مع غثيان مستمر. سوينا لها عملية جيوب فيها يمكن أكثر خلال سنة مرتين تقريبا، ونفس الطريقة ما يعني لا زال الصداع مستمر والتعب. الشيخ صالح تفضل. انتهت الله يحفظك. أي نعم يا شيخ. متى هذه الرؤية؟ والله دائما مستمرة تحلم فيها إنه يكون الباب مفتوح دائما يعني يمكن بالأسبوع أنا فيها مرتين 3 مرات. كم عمرها؟ 28 سنة الآن. هي تسمعني الآن؟ أي نعم. هل هي وقعت أثناء الزواج؟ عفوا؟ عد السؤال يا شيخ صالح. أثناء ليلة الزواج بارك الله فيك. ماني سامع. عد السؤال يا شيخ صالح ما سمعت. أثناء الزفة ليلة الزواج بارك الله فيك. لا ما تعبت الحمد لله. هي تسمعك الآن؟ أي نعم. اسألها الله يحفظك. لا إله إلا الله. بس أنا متأكد يعني الزواج لا. أيام ما تعبت؟ لا الحمد لله. ها؟ لا ما تعبت، لا ما في أي تعب كان. أبدا ما جاها لا ضيقة ولا شيء ولا تعب؟ لا أبدا يعني حتى احنا يعني أول 6 شهور كانت يعني حياتنا الحمد لله جدا متفاهمين ومرتاحين وامورنا طيبة. يعني بعد الباب هذا هو الباب اللي تشوفه انه مفتوح. بارك الله فيك. اي نعم. متى هذه الرؤيا يعني متى بدت عليها الرؤى هذه؟ وهي حاملة في المولود الأول في الشهر الرابع بدأت تقريبا أو الشهر الخامس، يعني من 3 سنوات تقريبا. عموما أنا تفصيل الرؤيا إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا عليها برقية نفسها. وأيضا كان يأتيها خوف، ويأتيها خوف الواضح، يأتيها خوف إذا كانت لوحدها، وأيضا عندها تقلبات في يعني ساعات في نفور وساعات في يعني قرف الله أعلم. وأيضا بارك الله فيك أبو عبد الله تسمع الصوت واضح؟ والله يروح ويجي ما واضح جدا. شكل الصوت بدأ يضعف عند الشيخ ناصر. أبى أكمل لك إن شاء الله. اسمعني يا أبو عبد الله. يا شيخ عفوا بس أذكر آسف المقاطعة. هي أنا أرقيها وهي تتأثر بالرقية جدا يعني. ماشي أبو عبد الله، أبو عبد الله خذ معي الكلمة هذه، ركز معي. هل زوجتك لما تجي تدخل البيت أو تطلع منه تحس إنها يجيها في جسمها زي القشعريرة والخوف؟ هي صراحة يعني احنا نقول بس ما نبي نتوهم، نحس إن دخلت البيت تبدأ تعب. لا هو ما هو توهم، الرؤية صريحة الآن، بيجيك الحل بإذن الله، بس أبي إجابة واضحة. أبغى الآن. هي صراحة يعني لما تطلع من البيت ترتاح يعني. طيب اسمعني الآن تتكلمني من تليفون ثابت ولا من جوال؟ لا أنا من جوال. شغل سبيكر وخلها تدخل معنا في الخط، خلها تقول الدعاء اللي بقول لك إياه. حسبي الله ونعم الوكيل على من رش سحرا عند الباب، وأبغى أسمع الصوت. لحظة. خلها تكرر 5 مرات. شوف يا شيخ بدأت تتعب، حضر الحين عليه. زين. خلها تسمعني انا اللي بقول الدعاء الان. انتم ساكنين في عماره فيها يعني اكثر من شقه؟ في فيلا دور ارضي. في فيلا دور ارضي. ركز معي وحط السماعه عندها. حسبي الله ونعم الوكيل على من رش سحرا عند باب بيتهم للتفريق بينهم. حسبي الله ونعم الوكيل على من رش السحر عند باب بيتهم. حسبي الله على المس اليهودي الخبيث. حسبي الله ونعم الوكيل على المس اليهودي الخبيث خادم السحر. اللهم عليك بمن آذاها وآذى زوجها برش السحر البودرة البنية الترابية عند باب البيت تؤذيها عند الدخول والخروج. حسبي الله على اليهودي الخبيث إن لم يخرج. اللهم أنت حسبها ونعم الوكيل في هذا الخبيث الذي آذاها والسحر الذي رش عند بيتهم من امرأة خبيثة حاسدة، من امرأة خبيثة حاسدة، من امرأة خبيثة حاسدة. حسبي الله الشافي، حسبي الله الكافي، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على من ذهب لهؤلاء الكفرة السحرة وأحضر منهم سحر التعطيل وسحر التفريق ورشه عند الأبواب. اللهم أنت حسبها. اللهم احرق سحرا عند الباب، عند عارضة الباب اليمنى واليسرى وتحت الأرضية وعند البلاط وفي عالي الباب وسقف الباب وما رشي على الباب. حسبي الله الكافي، حسبي الله الشافي. سمعت كلامي الآن يا عبد الله؟
اي نعم يا شيخ. تأتي بماء زمزم وتضيف اغمى لها عليها ماء. هي الان يا شيخ ها طارق. كيف؟ اغمى عليها الان. خليها ما عليك الآن، جيب لها كالونيا وبخ الكالونيا في يدك واضغط على بطنها ضغطتين قوية، تسحب نفس تصحى، ما عندك مشكلة. اللي يظهر والعلم عند الله من ظاهر الرؤيا أن هناك سحر رش عند الباب. نعم. فكان يؤذيها عند الدخول. احتمال يفصل يا شيخ، ممكن اسمعك على التلفزيون. عم الأمر سهل الآن، أنت الآن ممكن تقفل وتسمعني، بعطيك الآن الكلام. يلا اقفل الخط واسمعني، بعلمك كيف الطريقة. التصحي يا أبو عبد الله، تأخذ كالونيا وتبخها على يدك أو في منديل يوضع على الأنف، تضغط على البطن ضغطتين وسوف تصحو. تأخذ جيك ماء زمزم، تضيف له قارورة ماء ورد، 7 ملاعق من الملح، 7 ملاعق من الخل، 7 ملاعق من الخل، 7 ملاعق من الملح، قارورة ماء الورد مع ماء زمزم، ويقرأ فيه الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، خواتم البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، المعوذات، ويغسل الباب بالكامل مع الأرضية لمدة 7 أيام، وبإذن الله ستصاب زوجتك بإسهال أو نزيف أو إفرازات، ويبطل السحر بأمر الله يا أبو عبد الله.